في مرة سمعت جملة غريبة شوية بتقول الإنسان مش بيهرب من المكان، هو بيهرب من الإحساس. وقتها حسيت إن الجملة دي مبالغ فيها جدا، وقلت لنفسي يعني إيه أهرب من الإحساس؟ أصلا الهروب بيبقى من شخص أو من مشكلة أو من مسؤولية، لكن من إحساس دي غريبة شوية. وبعدها بفترة بدأت أخد بالي من حاجة ما كنتش أخد بالي منها، إن كل مرة أكون فيها مضغوط أو زعلان أو قلقان، أول حاجة ساعتها بعملها إن أمسك الموبايل أفتح بقى أي حاجة أو أي فيديو أو أي تطبيق، أي حاجة وخلاص، غير إني أقعد مع نفسي نهائي. وساعتها بدأت أسأل نفسي، أنا فعلا باخد راحة ولا أنا بهرب؟ وإحنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الفيديو. احنا طول عمرنا فاكرين ان الهروب شكله واضح، يعني شخص ساب شغله او هرب من المسؤولية او اختفى، لكن الحقيقة ان اخطر انواع الهروب هو اللي محدش بياخد باله منه اصلا. زي انك تفضل اليوم كله مشغول لكن عمرك ما تبقى موجود مع نفسك نهائي. وانا بصراحة ما كنتش واخد بالي من الكلام ده، كنت فاكر ان كل شوية لما افتح الموبايل او اشوف فيلم او انزل اتمشى ان كده بفصل، لكن مع الوقت اكتشفت ان في فرق كبير جدا بين انك ترتاح وبين انك بتهرب. الراحة بترجعك أقوى، لكن الهروب بيرجعك لنفس المكان، وأوقات بيرجعك أضعف من الأول كمان. خليني أحكي لك موقف حصل معايا، يمكن حصل معاك أنت برضو كمان. تكون قاعد وعندك حاجة مهمة جدا زي مذاكرة أو شغل أو قرار أو مكالمة أو أي حاجة، تبص عليها تحس بتقل كبير جدا، فتقول هفتح الموبايل 5 دقايق بس واسيبه تاني. ال5 دقايق دول بيكون ساعة أو ساعتين أو 3، وفجأة اليوم بيخلص وأول إحساس بيجيلك هو الذنب. الغريب بقى ان انت طول الوقت كنت فاكر ان انت ساعتها بترتاح، لكن الحقيقة هنا انت كنت بتأجل الاحساس اللي كان مضايقك. ودي من الحاجات اللي انت مش اخد بالك منها، اللي غيرت طريقة تفكيري جدا. احنا مش بنهرب من المهام اللي علينا، احنا بنهرب من الاحساس اللي انت مرتبط بيه. ومش خايف من الامتحان، انت خايف من الفشل. ومش خايف من المكالمة، انت خايف من الرفض. ومش خايف من ان انت تبدأ مشروع، انت خايف ان انت تتعب وفي الاخر ما تنجحش. ولما تفهم الفرق ده كويس، كل حاجة بتبدأ تبقى اوضح عن الاول. عارف ايه اصعب حاجة؟ ان الانسان ممكن يهرب من نفسه بس من غير ما يحس، يبقى طول اليوم وسط ناس او طول اليوم ماسك الموبايل او طول اليوم شغال، لكن اول ما يقعد لوحده يحس بعدم ارتياح، فيقوم بسرعة يشغل اي حاجة على الموبايل تلهي بيها نفسه خلاص. واعتقد بصراحة ان دي من اكتر الحاجات اللي بقينا بنعملها، ان احنا بقينا بنخاف من الهدوء. اول ما يبقى فيه دقيقة صمت ساعتها كلنا بنفتح الموبايلات، واول ما نستنى في طابور بنطلع الموبايل، واول ما بنركب مواصلة ساعتها بنطلع الموبايل برضه، واول ما نصحى من النوم بنمسك الموبايل، وقبل ما ننام برضه بنمسك الموبايل. مش علشان هو ممتع طول الوقت، لكن علشان ان الصمت بيخوفنا. بس خليني اقول لك الحقيقة، المشكلة عمرها ما كانت في الموبايل نهائي، ولا في السوشيال ميديا، ولا في الالعاب، ولا في المسلسلات. المشكلة بقى هنا اننا بقينا نستخدمهم علشان بنهرب، لأن أول ما نقفلهم كل حاجة بترجع تاني، زي القلق والخوف والتفكير والإحساس إن في حاجة ناقصة وإحنا مش خدين بالنا منها. الهروب مش بيمسح المشكلة، هو بس بيأجل ميعاد مقابلتها. ويمكن عشان كده كل ما نهرب أكتر بنحس إن إحنا محتاجين نهرب أكتر كمان، لأن المشكلة لسه واقفة مكانها، ما اتحركتش من مكانها. وأنا شايف إن الإنسان ساعات ما بيبقاش محتاج ياخد بريك، هو محتاج يقف قدام نفسه 5 دقايق ويسأل سؤال واحد بس، أنا بهرب من إيه؟ يمكن في حاجات كتير جدا اتعلمناها غلط، ومنها إن أي حاجة بتشتغلها تبقى راحة، مع إن الحقيقة إن في راحة بتشفيك، وفي هروب بيسرق منك سنين. ويمكن السؤال الحقيقي اللي أنت المفروض تسأله لنفسك، أنا باخد راحة كام ساعة؟ السؤال هو أنا لما أبقى لوحدي بعرف أقعد مع نفسي ولا لأ؟ ولو الإجابة كانت لأ، يمكن المشكلة مش في الوقت، ويمكن المشكلة في الحاجة اللي جواك أنت لسه مستنية منك المواجهة. وإحنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها نهائي. فأشوفكم في الحلقات الجاية، سلام.